محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الآن إلى قيام يوم الدين. يا غريب يا مظلوم كربلاء ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. إن أردت النجاة يوم المعاذي جد بدمع على الإمام الجوادي. لست أنساه حين أشخصه المأمون من يثرب إلى بغداد. قد قضى في بغداد وهو غريب أيوا إماما بفؤاد من شعلة السم صادي والتي قدمت له السم أم الفضل بغضان منها لأم الهادي. جعلوا على قنطرة البرداء نعشه أهل الشقاوة العنادي. وفوق السطح يومين والثالث بلمهان مطروح أبو الهادي أطيب غمر بغدة. وين الذي الأرض
المسكين بهمته يروح يوصل القبر المصطفى ويسكب العبره وينعى الجواد ويصاب دمعه فوق قبره وينتحب ويعرج على روضة الزهرة. قلها يا زهرة مهجتك بالشمس مطره، قلها يا زهرة مهجتك بالشمس مطروح، أين المنادي وإماما. إن الله بصير بالعباد والعاقبة للمتقين. ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. صدق الرسول الأعظم أبو القاسم محمد. اللهم صل صلى الله عليه. اللهم صل وسلم على الروايات والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله في أهل بيته كثيرة جدا، وهي فوق حد التواتر، فوق الإحصاء كما يعبرون. لا تجد مناسبة من المناسبات إلا والنبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن أهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. طبعا الأحاديث الواردة من النبي أو الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله ومنه واردة عن الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكل مفردة تصدر عن لها مداليل، وكلما تعدد الدال تعدد المدلول. كل مفردة وردت تحمل معنى، بل تحمل معاني. يعني كلمات المعصومين سلام الله عليهم، الرسول الأعظم والصديقة الزهراء والأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم، كلماتهم المقطوع بصدورها التعامل معها كالتعامل مع القرآن الكريم، كما أن القرآن الكريم له ظاهر وله بطن إلى 7 أبطن أو إلى 70 باطن،
كذلك كلمات المعصومين سلام الله عليهم، لأن المعصومين لا ينطقون إلا عن الله سبحانه وتعالى، لا ينطقون إلا عن الله، ولا يتحدثون بحديث خارج عن إرادة الله سبحانه وتعالى وعن تسديد الله، لأنهم معصومون. على كل حال أيها الأحبة، عندما ننظر للأحاديث الواردة لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله عندما صدرت منه هذه الكلمات وهذه الأحاديث وراءها شيء، يعني ليست صادرة هي قضية ترفيهية أو مثلا بعيدة عن مرادات الشارع المقدس، لا، لها أهداف. النبي حكيم وكل شيء يصدر منه معلل، لأنه حكيم، ولا يمكن أن يصدر منه شيء عبث أو لغير مصلحة أو لغير هدف سامٍ. فالنبي صلى الله عليه وآله عندما صدرت منه هذه الأحاديث يريد أن يرسخ قضية مهمة، وهي قضية إمامة أهل البيت، قضية الامتداد الطبيعي له صلى الله عليه وآله في قيادة الأمة. يعني ليست قضية طارئة، يعني القضية مو حديث أو حديثين أو 3 أو 4 أو 100 أو مثلا شيء محدود، لا، تفوق حد التواتر. أنت لما تشوف إنسان دائما يذكر شخص أو يذكر شخصيات، كل يوم يذكر وهو إنسان حكيم وإنسان مؤمن، تقول هذا له مراد عندما يكرر هذه الكلمة، عندما يكرر هذه مثلا الوصايا، له هدف، عنده مراد. النبي صلى الله عليه وآله لا يوجد أحد عنده حكمة كحكمة النبي. فإذا لما يتحدث يريد أن يرسخ قضية مهمة في وجدان الأمة، ويجعل هذه القضية يعيشها الجميع، بحيث ما يأتي إنسان ويشكك فيما أراده الله سبحانه وتعالى وما أراده الرسول صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأن الإنسان لما يشوف الكم الهائل من الوصايا ومن الأحاديث من بداية الدعوة إلى آخر رحلة النبي صلى الله عليه وآله، ما ممكن أن تصدر هذه الصدور لترف أو ما شابه ذلك، لا، صادرة يريد النبي ترسيخ القضية، وهي امتداد الخلافة وترسيخ قضية الخلافة وامتدادها صلوات الله وسلامه عليه من خلاله. على كل حال، الحديث الذي توجنا به صدر حديثنا هذا وارد عند العامة والخاصة، وأنا قرأته من مسند أحمد بن حنبل، إمام أحمد بن حنبل إمام الحنابلة، وهو من الكتب المعتمدة عند العامة، يعني كتاب معتمد عليه التعويل، لأن الذي كتبه إنسان محدث ويعتقد بإمامته في الحديث، بل هو رئيس مذهب ويرجع إليه. يروي هذا الحديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، عن علي عليه السلام. إذن من الناحية السندية الحديث لا غبار عليه. طبعا ربما البعض يتساءل لماذا يعني تروي أو تنقل الحديث من مصادر العامة، من مصادر السنة، ولم تأتي بحديث من مصادرنا. هو كما يعبرون من باب قاعدة الإلزام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، لأنني لو أتيت بحديث من كتبنا وأردت الاحتجاج به عليهم فسيقولون هذا ليس حجة علينا، لا يمكن أن تحتج علينا بحديث لم يرد
في مصادرنا لو جيت لي بحديث وارد في الكافي أو مثلا في الاستبصار أو في الفقيه أو ما شابه ذلك، لن يأخذوا به، لكن وارد في مصدر من مصادرهم. على كل حال، إذن من الناحية السندية لا غبار على هذا الحديث، وذكره الترمذي كذلك. من الناحية لما نأتي إلى الدلالة، لأن الحديث أي حديث يأتي لابد أن ينظر له من ناحيتين، من الناحية السندية ومن الناحية ماذا؟ المتنية، التي يعبر عنها فقه الحديث، يعبر عنها دراية الحديث، لأن الإنسان أو العالم يلحظ فيه هذين الأمرين، يلحظ أو يلاحظ الباحث في العالم أمرين. الأمر الأول هو مسألة الرواية، والأهم من الرواية الدراية، دراية الحديث، لأن الإنسان لا يقاس بكثرة روايته، يقاس علمه، لا يقاس علمه بكثرة روايته. ربما إنسان يحفظ الكثير ولكن ما عنده دراية، ما عنده معرفة. وهنالك إنسان لو أتيت لا يحفظ الأحاديث، ولكن لو أتيت له بحديث لاستنطق منه واستخرج منه الكثير من المعارف ومن العلوم من خلال حديث واحد. ولهذا كما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقاس الإنسان بدرايته وليس بروايته. نعم، إذا اجتمع الأمران فذلك نور على نور، يكون الإنسان محدثا ويكون فقيها، يعني يفقه معاني الحديث. من الناحية الدلالية أيها الأحبة، يقول الرسول صلى الله عليه وآله: النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء. طبعا هل المقصود من أهل السماء أن هنالك عالم آخر، أناس أو مثلا مخلوقات يعيشون في عالم، وأن النجوم لها دور مثلا في الحفاظ عليهم، أو لا إشارة إلى البعد الفلكي التكويني، أن الكون وهذه المجرات لا يمكن أن تستقيم إلا بالنجوم، لأنه ما ممكن أن تسير وأن تبقى من الناحية التكوينية إلا بالنجوم. وهذا واضح لمن يقرأ ولو قرأ صفحة في علم الفلك، أن النجوم لها دور، وهي ليس لها إحصاء، لأن كل يوم تصدر ماذا؟ تخرج نجوم، يكتشف العلماء، يكتشف الفلكيون نجوم كثيرة في كل يوم. إذن النجوم لها دور كبير في بقاء هذا الكون، في بقاء السماء، في بقاء أهل السماء. على كل حال، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. بقاء أهل الأرض من الناحية التشريعية ومن الناحية التكوينية مرتبط ببقاء الحجة، والمقصود بالحجة هو الإمام المعصوم عليه السلام من بعد النبي، يعني من رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا مسيرة الحجج لنقول ليست منحصرة في الأنبياء، لأن الحجة أعم من النبي، الحجة يكون في النبي وفي الوصي، فلم تخلو الأرض من حجة في يوم من الأيام منذ أن خلق الله هذه الأرض، من عصر آدم أو قبل آدم. هذا هنالك أوادم أخرى قبل آدم عليه السلام، لكن من عصر آدم أول مخلوق، نتحدث عن الأوادم، آخر الأوادم وهو آدم عليه السلام، لم تخلو الأرض من حجة، لأن آدم كان حجة الله، لأنه نبي الله، فهو حجة الله على خلقه في ذلك الزمان.
وامتدت سلسلة ماذا؟ الحجج إلى المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. ولهذا لما نقرأ في زيارة المعصومين، سواء في الإمام الحسين في زيارة وارث أو بقية المعصومين، دائما نقول السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، وتأتي إلى سلسلة الأنبياء ثم تأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وإلى أمير المؤمنين. فلما يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، أي من الناحية التكوينية ومن الناحية التشريعية. من الناحية التكوينية ما ممكن أن تبقى الأرض من حجة، ولهذا ورد في الروايات لو خلت الأرض من الحجة لساخت بأهلها. لا بد من وجود المعصوم، من وجود حجة الله على خلقه في كل وقت من الأوقات. وهذا ما يدلل عليه يعني حديث الثقلين الوارد في مصادر العامة في صحيح مسلم، وهو كذلك يعني هو من الأحاديث المتواترة: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. هذا الحديث يدلل على أن الإمام المعصوم يعني موجود في كل زمان، وهذا دليل على وجود الإمام القائم أرواحنا لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه. إذن فمن الناحية التكوينية لا بد من وجود الإمام. نحن نقرأ في دعاء الندبة الإمام عليه السلام، ندبة الإمام الحجة، يقول: يا ابن الطور والذاريات. أنت تخاطب الإمام يا ابن الطور. شنو الطور؟ الطور هو الجبل. يعني تخاطب الإمام يا ابن الجبل؟ لا، تخاطب يعني يا ابن علي يا ابن أبي طالب، يا ابن الإمام المعصوم. لكن لماذا سمي الإمام بالطور؟ لأن الجبال لها دور تكويني في بقاء استقرار الأرض، ولا يمكن للأرض أن تكون مستقرة إلا بوجود الجبال. هذا من الناحية الجيولوجية الكل يعلم بذلك، وهم كحقيقة قرآنية ذكرها القرآن الكريم: والجبال أوتادا. وكذلك نقرأ في كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة: ووتد بالصخور ميدان أرضه. يعني كما أن الخيمة تحتاج إلى وتد، إلى أوتاد حتى تجعلها باقية، كذلك الأرض تحتاج إلى الجبال، وكذلك تحتاج إلى الوتد المعنوي، إلى الطور، إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ما ممكن أن تخلو الأرض من دون الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، يعني من الحجة، من حجة الله على خلقه. فإذا لما نقرأ في الحديث: وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض، من الناحية التكوينية وكذلك من الناحية التشريعية. يعني لمن رام الحقيقة وابتغاها، لمن أراد ما جاء به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فعليه بالارتباط بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، من ناحية تكوينية ومن ناحية ماذا؟ تشريعية. من أولئك الأئمة الذين فرض الله سبحانه وتعالى طاعتهم وولايتهم الإمام محمد بن علي الجواد باب المراد سلام الله عليه، الإمام التاسع من أئمة الهدى. وهذا الإمام الهمام صلوات الله وسلامه عليه تتجلى فيه قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. الإمام الجواد سلام الله عليه هو أصغر الأئمة سنا. ولد إمامنا الجواد في المدينة المنورة سنة 195 للهجرة. وطبعا الإمام الجواد عليه السلام لم
يرزق به الإمام الرضا، يعني لم يكن للإمام الرضا ابن إلا في سن متأخرة، يعني في أواخر حياة الإمام عليه السلام. الإمام الرضا سلام الله عليه رزق بالإمام الجواد وتقريبا كان عمره 48 سنة، يعني لم يكن في مقتبل العمر، ولهذا شكك الشكاكون في إمامة الإمام الرضا. لماذا؟ لأنه من شرائط الإمام أن لا يكون فيه عيب لا خلقي ولا خلقي ولا شك. يعني طبعا احنا نتحدث عن الكمال، لأن الإمام لا بد أن يكون كاملا، يعني قضية الكمال المطلق للإمام عليه السلام، للإمام المعصوم، لكن هذا لا يكون عيب في غير الإمام عليه السلام. نعم، إنما الإمام لا بد أن يكون كاملا من جميع الجهات، ولهذا شكك الشكاكون عندما تأخر الإمام في إنجاب الإمام الجواد عليه السلام. على كل حال، سنة 195 رزق الإمام الرضا بالإمام الجواد، عاش معه 8 سنوات إلى سنة 203 شهادة الإمام الرضا عليه السلام. تسلم الإمام بعد شهادة به زمام الإمامة. ايش قد كان عمره؟ 8 سنوات. وهذه ظاهرة جديدة في مسيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام، لم تسبقها ماذا؟ لم يسبق هذه الظاهرة ما يماثلها، هي ظاهرة خاصة بالإمام الجواد عليه السلام ومن جاء بعده. لهذا يعني هنالك من شكك وهنالك من ماذا؟ آمن، وهم الأكثر. طبعا لما شككوا لا يعني أنهم لم يؤمنوا بعد ذلك، لأن قضية الشك أيها الأحبة مو عيب. الشك الذي يأخذ إلى العلم ليس عيبا، أن الإنسان عندما يشك، الشك طريق العلم، طريق المعرفة، طبعا لمن يريد البحث عن الحقيقة. أما إذا إنسان يريد فقط يشكك ويشكك، يعني لن يصل إلى نتيجة، يعني مو يصير شكاك في القضايا. يعني إنسان يشك في قضية حتى يصل إلى الاعتقاد ويصل إلى اليقين. كما قلنا الشك طريق إلى الاعتقاد، طريق إلى اليقين. على كل حال، الإمام الجواد سلام الله عليه تجلت فيه عظمة الله، قدرة الله، أنه في مقتبل العمر إمام وبهر العقول. إمام عليه السلام لم يدرس لا في مدارس ولا كتاتيب ولا جامعات، وعاش ماذا؟ بين حيطان المدينة. والمدينة لا شك أن فيها علماء، لكن لم يذكر التاريخ أن الإمام الجواد تتلمذ عند أحد. وهم هذا السن كما يعبرون سن الألف باء. الآن كثير يعني احنا نودي أولادنا المدرسة والروضة، هذا السن ماذا؟ سن الأوليات، المعلومات الأولية، بحيث الإنسان يتعلم مبادئ الحساب، مبادئ مثلا الكتابة، الأرقام، إلى غير ذلك. فهذا يعني سن لما نجعلها في الحالة الطبيعية ليست سن يكون فيها الإنسان في أعلى درجات المعرفة والعلم. لهذا ما رشح عنه صلوات الله وسلامه عليه كان سببا في هداية الكثير. ولهذا يعبر السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، يقول في بحثه أهل البيت تعدد أدوار وحدة هدف، يقول أن الإمامة المبكرة التي حصلت للإمام الجواد كان لها طبعا تصرف في ما نقله، ما ذكره رضوان الله تعالى عليه، كان لها دور كبير في إلقاء الحجة على من لا يؤمن بهذا المبدأ، يعني مبدأ إمامة أهل البيت سلام الله عليهم. يعني الآن شخص في مقتبل العمر تخرج عنه هذه العلوم وهذه المعارف وهو في هذه السن
يعني في بداية حياته، إن هذا لدليل على ماذا؟ على أن له ارتباطا بالله سبحانه وتعالى، على أنه امتداد لشخصية النبي صلى الله عليه وآله، فيدلل على أحقية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. على كل حال، الإمام الجواد سلام الله عليه تسلم الإمامة في هذه السن سنة 203، واستمرت إمامته عليه السلام 17 سنة، من سنة 203 إلى 220، وقام بتلك الأدوار. منها أيها الأحبة مسألة نشر التشيع. بعض العلماء المحققين المعاصرين يقول انتشار التشيع حصل في بداية، أو نقول في عهد الأئمة بعد الإمام الرضا. من الإمام الجواد بدأ التشيع ينتشر بلحاظ ما تجلى في الإمام الجواد من إعجاز إلهي، جعل الناس الذين هم منصفون، الذين ينصفون الحقيقة، يؤمنوا بإمامة الإمام الجواد عليه السلام ويرتبطوا بالإمام الجواد. وكذلك انتشار تلامذة الأئمة عليهم السلام بما فيهم الإمام الجواد، لأن ذكر الباحثون أن للإمام الجواد تلامذة يعني بالمئات صلوات الله وسلامه عليه على صغر السن. طبعا لما نقول تلامذة، كثير من الرواة الذين تلقوا المعارف، لأن المعارف كانت آنذاك تنطلق من علم الحديث، والإمام كان يحدث بتلك المعارف، وكلماته سلام الله عليه تحمل العلوم وتحمل ماذا؟ المعارف العالية، لأنه لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال، فقام بتلك الأدوار. من تلك الأدوار رسخ إمامة الإمام الرضا، وهذا شيء غريب. عادة الإمام السابق يرسخ إمامة الإمام الذي ماذا يكون بعده. الإمام الجواد كان له دور في ترسيخ إمامة الإمام الرضا عليه السلام، لأن الإمام الرضا ابتلي بالواقفية بعد وفاة الإمام الكاظم عليه السلام. هنالك شريحة من الشيعة الذين كانت لهم مصالح دنيوية وعندهم حب وتعلق بالدنيا، أنكروا إمامة الإمام الرضا عليه السلام، وفي طليعتهم علي بن أبي حمزة البطائني، وأسسوا تيار. يعني حتى تلاحظ مثلا لما تراجع كتب الرجال، كثير من الرواة من الواقفة، يعني من الواقفية الذين يؤمنون بماذا؟ أن الإمامة انقطعت بعد وفاة الإمام الكاظم سلام الله عليه، ولو أنه مصطلح الواقفة كما يشير يعني علماء الرجال تطلق على كل من وقف على إمام من الأئمة، ولكن أصبحت علم على من أنكروا إمامة الإمام الرضا وبقوا على إمامة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. إذن الإمام كان له هذا الدور. كذلك طبعا من خلال بعض الأمور، ومنها يعني ورد عن الإمام الجواد عليه السلام الحث على زيارة الإمام الرضا، رزقنا الله وإياكم الوصول، حتى أنه في بعض الروايات قال زوروا أبي الرضا فإن زيارته أفضل من زيارة جدي الحسين، لأن أبي يزوره، لأن جدي الحسين يزوره عامة الشيعة وأبي يزوره خاصة الشيعة. نعم، وهذه في مورد بحث عند الأعلام، هل الأفضلية لزيارة الحسين أم الأفضلية لزيارة الإمام الرضا؟ هنالك من يذهب إلى أفضلية زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه. على كل حال، فإذا الإمام كان له دور كبير في تثبيت الإمامة، في نشر التشيع، في الدفاع عن الإسلام، في انتشار العلم في تلك الحقبة الزمنية. ورغم أن القضية يعني أن إمامة الإمام الجواد لم تستمر
لنقول أو لم يمتد به العمر لأنه عمره 25 عام صلوات الله وسلامه عليه، لكن لا يقاس الإنسان بعمره، إنما يقاس بعطائه وبما يقدمه لأمته. لا غر وإن طوت المنية ماجدا، كثرت محاسنه وعاش قليلا. الإنسان يقاس بما يقدم. ربما إنسان يعيش لسنة لكن يقدم عطاء كبيرا يكون له امتداد في التاريخ، وربما واحد يعيش ل100 سنة يخرج من الدنيا ولا أحد يذكره بشيء. الإمام الجواد سلام الله عليه على هذه الفترة الزمنية التي عاشها جاءنا عنه ما ملأ الخافقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم. الإمام الجواد سلام الله عليه مات مظلوما مسموما. نعم، قدمت له السم أم الفاضل بغضا منها لأم الهادي، دست بأمر من المعتصم، وطبعا بوشاية من أحد فقهاء السلطان، فقهاء البلاط آنذاك، ويقال له ابن داود، حسدا للإمام عليه السلام، فدست للإمام السم وخرجت من المنزل وأغلقت الأبواب. لما ذاق الإمام ذلك السم أحس من فيه لا سرته من يقطعه بالسكاكين أو يشرحه بالمواسي إلى أن حضرته الوفاة عرق جبينه سكن أنينه، مد يديه ورجله وغمض عينه وأطبق فاه وفاضت روحه. أنا مناد وإماما وجوادا وشبابا، بقيت جنازته 3 أيام كجده الحسين بلا موارى وحسينا. والله يا زهراء كم جنازة من بنيني شفتيها على الرمضاء مرمية بعيني، والسبب كل من الذي سقط جنيني ورث علينا الهضم والحسرات والويل. واحد 3 أيام فوق السطح خلوه، واحد على حمامي 4 فوق الجسور دبوا، واما الذي في كربلاء بالخيل داسوا. صاحت تنشدون يا خلوق كلهم أولادي، لكن مصاب حسين ساطي في فؤادي.
واعظم علي الناعي على حسين. لا تحسبون للرضا في طوس ما جيت، لا ولا لبغداد ما رحت وتعنيت، كلهم عليهم نوحيت والجيب شق لبعيد عني، والذي يمي قريبين. ناديت كل صباح وكل مسية ينفقد مني ولد، شرد يوم بالفيافي ولايا ونبلد، خالية منهم منازلهم ولا منهم أحد، بس حريم الجر والقلوب مشتته. فاطم يا ابنة الخير قومي واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي. يا الله نسألك وندعوك ونتوجه إليك بأحب الخلق إليك، بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وبجاه 9 المعصومين من ذرية الحسين، بجاه إمامنا باب الجواب باب المراد محمد بن علي الجواد. اشفي كل مريض، اغني كل فقير، اشبع كل جائع، اكسو كل عريان، غير سوء حالنا بحسن حالك. من أوصانا بالدعاء من المؤمنين والمؤمنات سيما الحاضرين والمستمعين، اللهم اقضي حوائجهم، سهل أمورهم يا رب العالمين. إلى أمواتنا وأموات الحاضرين ولا سيما موتى المسببين، وإلى جميع موتى المؤمنين والمؤمنات سيما من مات من شيعة علي ولا ذاكر ولا وارث له، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.